السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكلتنا النهاردة يا جماعة أكلة حلوة وجميلة وسهلة خالص، كلها حاجات موجودة في البيت. طبعا أغلاهم البصل كان زمان غالي، ما عادش غالي دلوقتي، نزل شوية، والبيض برضو يعني مش غالي قوي. المهم عندنا كده معلقتين 3 كده من الزيت حلوين، طبعا تبع كمية البصل انت هتحطيها. دول عندي بصلتين كبار، تمام، بصل أبيض من اللي مش جديد ده، حلو والله وريحته جميلة وحلو. عندي خرطوم كده تقطيع عشوائي، يعني قطعي كده تقطيع عشوائي، مش شرط يكون صغير قوي، لا وما ينفعش يا جماعه تبشروا البصل ده، لازم يكون عندي متقطع تقطيع، يعني ولا صغير او ولا كبير. تمام. يفضل عندي في زيت كده لحد ما عندي يدبل تماما ووصل للون اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. اكلتنا طبعا دي كل واحد في بلده بيسميها التسميه يعني. انا بقى البصل عندي بعدين بياخد لون شويه كده، تمام، عشان ما يتحرقش، لانه اتحرق منك قوي هيعمل مراره كده في الاكل بتاعتك، طعمه مر. انزل عندي بقرن فلفل كده رومي وقرن فلفل حراق، مش عايزه الحراق انت حره، بس بيدوا طعم جميل. اسيبهم برضو يتبالوا شويه كده مع البصله. دول عندي بصلتين كبار، قرنين فلفل، قرن شطه. الاكله بتاعتي تنفع يا جماعه عشاء، تنفع غدا، تمشي يوم يعني، مع بطاطس كده محمره مع طبق فول ونتغدى، تبقى اكله جميله. طبعا المده بتاع التصوير عندي بسرع الفيديو بتاعي، انما انت بتاخد التشويح بتاعك لحد ما البصل يدبل خالص والفلفل يدبل خالص. انزل عندي بقى بحبتين من الطماطم، تمام. ما ينفعش الكلام ده خالص تعمل في الكبه ولا بالمبشره، لازم عندي تكون التقطيع بتاعي تقطيع متوسط كده حلو. مع ان انا هرسه كله بالشوكه تاني، بس هيتحرق منك لو معمول في الكبه او معمول بالمبشره. انزل عندي برشه كده كزبره ناعمه، ورشه كمون، رشات خفيفه ربع معلقه كده، رشه شطه كده برضو ده اختياري معاكي، اللي بيحب الشطه يحط، ما بيحبش ما يحطش. فلفل اسمر، طبعا البطل بتاعنا هنا الفلفل الاسمر، لان هو اللي هيشيل زفاره البيض شويه. رشه ملح عندي، وافضل برضو اتبل في الخضار ده تتبيله حلوه مع بعضه كده ينسجم مع بعضه. هقلب عندي بالمعلقه وهمسك بقى الشوكه اهمك على نار هاديه كده. كان كل ده والنار عاليه يعني شغاله كده والنار عاليه، وكنت بقى خليتها متوسطه شويه، بدات اهدي النار شويه بقى في المرحله دي، مهديه النار شويه، مش عالي قوي، شغاله بالشوكه. هشيل المعلقه اهو، هشتغل بالشوكه بقى. بص كده عشان الطماطم تدوب مع الفلفل مع الشطه مع البصل. الذوبان بتاعها في المرحله دي بيكون عباره عن سوا، مش ذوبان ان هو مهروس هرس في بعضه كده، لا، بتلاقي شكلها جميل وريحتها ما شاء الله جميله. تمام. انزل عندي بقى 3 حبات من البيض اهم. طبعا بنحط البيض حسب الكميه اللي انت عايزاها، لو عندك بيضتين بس هيمشي الموضوع برضه، ببصلايه واحده، بقرن فلفل واحده، بطماطميه واحده. دول عندي 3 بيضات، بكسر كل بيضه اختبرها برضه اشوفها، ومعايا شويه فلفل اسمر كده عليهم واربهم الاول بره. تمام. بعد ما اتاكد ان الخضار كله كده استوى مع بعضه كده وبقى ما شاء الله جميل، ان مجرد ما احط البيض مش هياخد معايا وقت، يعني البيض مجرد ما بنزل بالبيض خلاص ما بياخدش وقت معايا بقى على النار. شوفوا لي بقى بتسموها عندكم ايه واكتبوا لي في التعليقات، انا بسميها عجه، شوفوا انتوا بتسموها عندكم ايه. وعرفونا طبعا كل بلد بيسمي الاكله بتاعته ايه، تسميه مختلفه عن البلد التاني، او بيعملها بطريقه مختلفه، بس الطريقه دي طبعا سهله وسريعه ومتاخدش وقت. طبعا حطيت له كمان معلقتين زيت بس صغيرين يمشوا معايا البيض كده. تمام. تفضلي تقلبي لحد ما البيض ينسجم خالص مع الخضار، عشان احنا مسويين الخضار تسويه مظبوطه. دقته عندي كده بطرف المعلقه، لقيته محتاجه كمان رشه ملح، زودت كمان رشه ملح. طبعا تمليح الاكل ده والشطه بالذات، الحاجتين دول بيكون حسب رغباتكم. خلاص كده معايا بقى ما شاء الله اصبحت جاهزه اهي. مع الف سلامه، واشوفكم في وصفات تانية جديده باذن الله، مع الف سلامه.